نمشي للوداد وسيمبا لانه ما زالت تقريبا 15 دقيقه على نهايه البرنامج، وعلى الاقل نمرر حوصله في الاخير لكاس الملك سلمان للانديه العربيه باعتبار مباريات عديده كانت منقوله على قنوات الكاس الرياضيه. نكمل مع الوداد وسيمبا مع ربيع وكابتن علاء. ربيع، اعتقد انه بالنسبه للوداد قرعه كانت في المتناول، القرعه التي يبحث عنها الجميع. الوداد ممكن منطقيا في طريق مفتوح للذهاب للدور القادم، ولكن يجب أن نتذكر ما قام به سيمبا سابقا، لأنه في مباريات بيترو أتلتيكو تتذكر مع ميلودي سان داونز، في مباريات ممكن تجعلك دائما تراجع نفسك في أن القرعة تكون سهلة. هي أنا شخصيا نسميها مباريات فخر، لأنه الكل صحيح نتكلموا على أنه الحلقة الأضعف، لكن حقيقة أرضية الملعب وواقع أرضية الملعب غير، وكل مباراة لها ظروفها. أكيد بأنه تدبير المباريات يجب أن يكون بجدية، باحترام الخصم، وكذلك بأقل أخطاء. أنا في رأيي الشخصي هناك غياب مؤثر اللي هو التقناوتي، سوف لن يكون حاضر، حكم بما قدمه يعني تقريبا في السنوات الأخيرة، وكان حاسم في العديد من المباريات، خاصة المباريات التي لعبها خارج المغرب. سيمبا صحيح أنه فاز بسباعية على أرضه على حرية، هذا يجب كذلك أخذه بعين الاعتبار. هناك بعض الفرديات الجيدة، وبالتالي أنا لا أقف على أنه مباراة في باب مفتوح بالنسبة للوداد. إذا أخذها بجدية سواء مباراة الذهاب والإياب، صحيح أنه تكون النتيجة لصالحه، وعدم التهاون أعتقد هو المفتاح في رأيي الشخصي لكي يتجاوز فريق الوداد البيضاوي فريق سيمبا، لأنه سيمبا على أرضه ليس بالفريق السيء. ممكن لم يسعفه الحظ في بعض المباريات، خاصة مع فريق الرجاء البيضاوي، لأن فريق الرجاء لعب مباراة مثالية في تنزانيا. أتمنى يكون نفس الشيء بالنسبة للوداد البيضاوي، لأن مباراة الذهاب ستكون مباراة قوية، وعلى فريق الوداد البيضاوي أن يتم تدبيرها بجدية، وخاصة احترام الفريق.